مشاهدينا الأفاضل، طابت أوقاتكم. نشرة أخبار الفضائية الإريترية لهذه الفترة يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نبدأها بأبرز وأهم العناوين. ولكن قبل العناوين سنقدم إليكم هذا التنويه. أعلن دار الإفتاء والشؤون الإسلامية الإريترية بأن يوم غد هو المكمل ل30 من شهر شعبان، ويكون يوم بعد غد الخميس الأول من رمضان، أعاننا الله في صيامه وقيامه. وفيما يلي نقدم إليكم نشرة الأخبار والتي نبدأها بالعناوين. إريتريا تشرب تصريح وزارة الخارجية الأمريكية. ترفيه أعضاء قوات الدفاع في الإقليم الجنوبي. إحياء اليوم العالمي لمتلازمة داون. إطلاق سراح أمريكي بعد احتجازه رهينة لأكثر من 6 سنوات بغرب أفريقيا. شي جين بينغ يواصل مباحثاته مع فلاديمير بوتين في موسكو حول قضايا ثنائية. وشرطة باريس تعتقل العشرات خلال احتجاجات عنيفة. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. أصدرت وزارة الشؤون الخارجية تصريحا صحفيا اليوم تشرح فيه بيان وزارة الخارجية الأمريكية الصادر يوم أمس 20 من مارس، والذي توجه فيه مجددا اتهامات لا أساس لها، وكذا التشهير ضد قوات الدفاع الإريترية فيما يتعلق بالهجوم الذي شنته ذبرة الوياني عن عمد، والحرب التي استمرت العامين في شمال أثيوبيا. وقالت الخارجية الإريترية أن هذا الادعاء ليس جديدا ولا ينبع كعادته من أدلة واقعية، ويشكل تجسيدا واستمرارا للعداء غير المبرر والشيطنة التي انتهجتها الإدارات الأمريكية ضد إريتريا منذ عام 2009 لتمرير أجنداتها السياسية الخفية. وأوضحت بأن العقوبات غير المشروعة والأحادية التي فرضت على إريتريا من قبل بذرائع كاذبة وسلوك واشنطن في العامين الماضيين بهدف إعفاء عصابة وياني من المساءلة القانونية وإنقاذها قد زادت من التواطؤ والعواقب المأساوية. وبيّنت وزارة الشؤون الخارجية في تصريحها بأن حملة الشيطان الرخيصة الجارية حاليا تهدف لابتزاز وترهيب إريتريا والحكومة الأثيوبية الفيدرالية من خلال اتهامات كاذبة وإبقائهما رهائن من أجل تقوية خادمتهم زمرة الوياني لإحداث المزيد من الفوضى، ومن ثم خلق الزرائع والأوضاع المواتية للتدخل غير المشروع، مشيرة إلى أن توقيته يهدف لتغطية الفشل الذي تواجهه أمريكا على المستويين العالمي والإفريقي. وذكرت بأن الحرب السابقة المدمرة وقعت لأن عصابة وياني شنت هجوما متعمدا واسعا ومنسقا ضد القيادة الشمالية لأثيوبيا، وقد أسفر عن مقتل أكثر من 3000 جندي، موضحة بأن الخطط الحربية لعصابة وياني تضمنت في بدايتها هجمات صاروخية طويلة المدى ضد إريتريا في انتهاك صارخ للمبادئ الأساسية للقانون الدولي. وأشارت إلى أن سلسلة جرائم وياني تشمل أيضا التجنيد الجماعي والقسري لعشرات الآلاف من الأطفال في هجمات الموجة البشرية في إقليمي العفر والأمهرة. ولأن هدف الإدارة الأمريكية هو الدفاع عن عصابة الوياني تحت أي ظرف كان، فقد تم التعتيم على هذه الجرائم عمدا. وأوضحت أنه لا ينبغي نزع المسؤولية الأخلاقية والقانونية تماشيا مع الأولويات الجيوسياسية للولايات المتحدة الأمريكية، مشددة أنه لا بد من التذكير بأن إدارة بايدن قد لجأت إلى القوى الكاملة للقانون لتوجيه الاتهام واتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد من تسميهم العصاة الذين قاموا باختراق مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021. وذكرت وزارة الشؤون الخارجية بأنه يتوجب على الإدارة الأمريكية أن تتخلص من الأفعال الشائنة والمنبوذة والتدخل غير المشروع، وعليها معرفة بأن شعوب إريتريا وأثيوبيا والمنطقة عامة لديها حقوق غير قابلة للتصرف لإيجاد حلول دائمة لمشاكلها، كما أن ليس للولايات المتحدة الأمريكية أي حق أخلاقي أو قانوني للعمل كمدعي عام والقاضي في هذه الأمور. نظم برنامج ترفيهي مشترك لأعضاء قوات الدفاع المتواجدين في مهام التصدي والتنمية، وكذلك لأعضاء الجيش الفيدرالي الأثيوبي المتواجد على الحدود. نظمت الحفل الترفيهي القيادة الوسطى يوم 18 من مارس في منطقة قلبة في مديرية صنعاء بحضور كبار المسؤولين وقادة الجيش وممثلي الشعب والمناضلين وأعضاء الجمعية التعاونية لجهاز الإعلام سابقا الذين ذهبوا من أسمرة. وقال قائد القيادة الوسطى العميد تخلي كفلاي في الكلمة التي ألقاها أن البرنامج نظم للإشادة بجيش إريتريا وأثيوبيا اللذان ناضلا معا من أجل أمن وسلامة الشعبين من جهة وتمتين العلاقة بين الشعبين من جهة أخرى. وأوضح بأنه يجب توثيق وإبراز التنسيق والبطولات التي شهدتها السنتان الماضيتان لإفشال المؤامرة التي انطلقت لتعكير السلام والاستقرار في الدولتين الجارتين.
وأشاد بالدعم المعنوي والعيني المستمر الذي قام به الشعب وإدارات الإقليم الجنوبي. من جانبه قال قائد القوات الفيدرالية الأثيوبية التي شاركت في الحفل الترفيهي العميد كاسا دانمالي أن الرعاية والاحترام الذي أظهره شعب وجيش إريتريا لهم لا ينسى أبدا، مؤكدا على العمل المنسق والاستفادة من الفرصة التي وجدت لضمان أمن شعبي البلدين والوصول إلى أعلى مراقي التنمية والنمو الاقتصادي. أحيا الحفل فنانون كبار وفرقة القيادة الوسطى الفنية، وكانت حفلات ترفيهية مماثلة قد نظمت من قبل في قلبة وملخصيتو ومدري وسعدة وكورسو في مديرية صنعافي، وفي بريخ حوصة في مديرية ماي عيني، وجزا حملة في مديرية عدخالة، ومدفئ والتا في مديرية ابن حيلي، وصرونا في مديرية صرونا، ومايمنة في مديرية مايمنة، ومديريات شامبوقة وبارنتو وعالي القاش وقلوج، ولقوا عن سبها في إقليم القاش بركة. تم إحياء 21 من مارس اليوم العالمي لمتلازمة داون بمختلف الفعاليات في العاصمة أسمرة، ونظم أعضاء جمعية الأطفال المعاقون ذهنيا مع أولياء أمورهم مسيرة في شوارع أسمرة إحياء للمناسبة. وأوضح مسؤول فرع جمعية المعاقين ذهنيا في الإقليم الأوسط السيد ياسين أحمد في الكلمة التي ألقاها بأن المناسبة يحتفى بها للمرة 11 على المستوى العالمي والرابع على مستوى البلاد، داعيا لاتخاذ خطوات ملموسة للمصابين بمتلازمة داون للرعاية والعمل والتعليم بقدر المساواة. وقالت ممثلة الجمعية الوطنية للإعاقة الذهنية السيدة يبرا ألم يعبيو أن الجمعية تأسست منذ 12 عاما، وقد فتحت فرصة التعليم للأطفال المعاقين وبرامج التأهيل للأسر بكل أنواع الدعم الحكومي. وذكر ممثل وزارة العمل والرعاية الاجتماعية السيد تيدروس السحية أن برامج تأهيل عيني ومالي ظلت تقدم لاعتماد المواطنين المعاقين على أنفسهم، مؤكدا تقديم الوزارة الدعم اللازم لإنجاح برامج الجمعية الوطنية لذوي الإعاقة الذهنية. جرت في إقليم عنسبة انتخابات اتحادات كرة القدم والطائرة والسلة وألعاب القوى والألعاب التراثية في الفترة من 17 وحتى 19 من مارس. وفي المراسم التي جرت في مدينة كرن قال المدير العام لقسم الثقافة والرياضة السيد سراج حجي قال المدير العام لقسم الثقافة والرياضة السيد سراج حجي بأن على جميع المواطنين المساهمة والمشاركة في نهضة الرياضة في البلاد، داعيا الناخبين المنتخبين للعمل المتفاني لتطور الرياضة. وشكر الأستاذ كفلاء عند ميكيل الذي قدم كلمة تابعة للجنة التحضيرية لانتخابات الاتحادات الرياضية في إقليم عنسبة المجتمع الرياضي عامة وأعضاء الهيئات الإدارية للاتحادات الرياضية الذين خدموا بتفاني في السنوات الماضية، موضحا بأن عملية الانتخابات جرت استنادا إلى التشريعات التي وضعتها مفوضية الثقافة والرياضة، وقدمت الشهادات التقديرية لأعضاء الهيئات الإدارية للاتحادات الرياضية الأربعة التي خدمت ل4 سنوات. وأوضح حاكم إقليم عنسبة السفير عبد الله موسى أن ازدهار وتطور الرياضة على أساس متين يحتاج إلى عمل قوي ومسؤولية كبيرة، وقال أن الاستثمار لنهضة الرياضة لا تخص جهة بعينها، وهي مهمة وطنية يجب على جميع قطاعات المجتمع المشاركة فيها، ودعا لتسيير أنشطة رياضية متطورة وتطوير روح المنافسة. نظم ضابط التعبئة والتوجيه في وزارة الدفاع دورة تدريبية ل19 أعضاء في التصوير المتحرك والثابت. وأوضح نائب قائد ضابط التعبئة والتوجيه الرائد في السهاية تخلاي في مراسم التخرج في 21 من مارس أن الهدف من التدريب هو توثيق كل وحدة أنشطتها. وقدمت في المناسبة شهادات للمتخرجين وشهادات تقديرية للمدربين. شهدت مديرية حقات في الفترة من 9 وحتى 16 من مارس الجاري فحوصات طبية واسعة للتعرف على أوضاع المواطنين الصحية وخاصة مرضى السكري وضغط الدم. وأوضح كل من مسؤول مستشفى حقات العمومية الممرض منصور أبو بكر ومسؤول عيادة حشيشاي مساعد التمريض محمد عثمان الهدف من تنظيم الأسبوع المتمثل أهدافه في التعرف على أوضاع السكري وضغط الدم إلى جانب الخدمات الصحية المقدمة بانتظام. وأشار إلى تقديم إرشادات صحية للمواطنين المصابين بهذان المرضان لتناول أدويتهم بانتظام وتحسين الأسلوب الغذائي واتباع الممارسات الرياضية المنتزمة. وأكدت الفحوصات التي جرت في مدينة حقات إصابة 105 مواطنا من أصل 985 أجريت لهم الفحوصات بضغط الدم و25 بالسكري، فيما أكدت إصابة 14 مواطنا بضغط الدم و2 بالسكري من أصل 315 مواطنا أجريت لهم الفحوصات في ضاحية حشيشاي. وأوضح تنظيم حملات توعوية مكثفة فيما يتعلق بالأمراض المعدية وغير المعدية في المديرية، مما ساهم ذلك في رفع وعي المواطنين حول الاستفادة المثلى من المؤسسات الصحية.
وبموجب ذلك انخفضت الأمراض إلى أدنى مستوى لها. وأشاد المستفيدون من الخدمات الصحية بالجهود الحثيثة التي يبذلها المهنيون الصحيون بالنزول إلى مستوى الضواحي للتعرف على أوضاع المواطنين الصحية. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، فابقوا معنا. مرحبا بكم. على الصعيد العالمي، أعلن البيت الأبيض أنه تم إطلاق سراح مواطن أمريكي كان محتجزا كرهينة، وذلك بعد أكثر من 6 سنوات في الأسر. وأفادت وكالة بلومبيرغ للأنباء بأن مسؤولا بارزا بالإدارة الأمريكية صرح بشرط عدم الكشف عن هويته بأن جيف وودكي، وهو عامل إغاثة، كان محتجزا كرهينة لدى شبكة تنشط في النيجر ومالي وبوركينا فاسو. وأضاف المسؤول الأمريكي أن إدارة بايدن لم تدفع فدية أو تقدم أي تنازلات. وقال المسؤول لصحفي البيت الأبيض في مؤتمر عبر الهاتف أن وودكي تم أسره في النيجر في أكتوبر 2016. وأضافت بلومبيرغ أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية والجيش الأمريكي تعاونا من أجل تحديد مكانه وتحريره، وذلك بمساعدة من فرنسا والنيجر وشركاء محليين. يواصل فلاديمير بوتين وشي جين بينغ محادثاتهما في اليوم الثاني من زيارة الرئيس الصيني إلى روسيا. ومن المتوقع أن يبحث شي وبوتين مجددا النزاع في أوكرانيا بعدما عرضت بكين الشهر الماضي مبادرة لوقف القتال، غير أن المحادثات ستتناول أيضا التعاون بين البلدين وترسيخ علاقاتهما الاقتصادية مع ترقب توقيع اتفاقات ثنائية. كما ستحتل المسائل الاقتصادية والمالية حيزا كبيرا من المفاوضات بين شي وبوتين. وتوفر زيارة الدولة التي يقوم بها شي ل3 أيام فرصة للرئيس الروسي للظهور بجانب شريك مهم. وعقد بوتين وشي خلوة الاثنين استمرت 4 ساعات ونصف في أول لقاء غير رسمي بينهما في الكرملين. في نهاية النشرة لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. إريتريا تشجب تصريح وزارة الخارجية الأمريكية. تنظيم برامج ترفيهية لأعضاء قوات الدفاع في الإقليم الجنوبي. إحياء اليوم العالمي لمتلازمة داون. وإطلاق سراح أمريكي بعد احتجازه رهينة لأكثر من 6 سنوات بغرب أفريقيا. الرئيس الصيني يواصل مباحثاته مع فلاديمير بوتين في موسكو حول قضايا ثنائية. وشرطة باريس تعتقل العشرات خلال احتجاجات عنيفة. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.